ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد على قناتنا على اليوتيوب في سلسلة تعليم الفوتوشوب. تمام. معانا الصورة دي هنشتغل عليها النهارده. اول حاجة عملناها، عملنا عزل الباك جراوند على الشخص اللي في الصورة بالشكل ده. طبعا عشان نعزل الشخص عن الباك جراوند، كل اللي علينا هنعمله select وندوس على select subject بالشكل ده، وهيختار لك الشخص اللي في الصورة معاك تلقائي. الفوتوشوب بيحدده بالشكل ده. تمام. طبعا التحديد ده ما بيبقاش 100% يعني تمام، فاحنا لو حاجة ناقصة شبه كده الإيد أو أي حاجة احنا بنظبطها. تمام. وعشان نعزل الشخص عن الخلفية بندوس على كنترول جي من الكيبورد، وبينعزل معانا في لاير لوحده. تمام. ده كده عشان نعكس التحديد بتاع الباك جراوند مثلا عن الشخص. تمام. هنيجي نعمل دي سيلكت، ونيجي نعمل لاير جديد هنا فاضي، ونيجي هنا نعمل سيلكشن جديد بالشكل ده، وهنيجي هنا نعمل كده ونعمل سيلكت، وناخد منها دبل لاير كده، وهنعمل لهم دمج مع بعض، وهنعمل دبل لاير تاني ونحطه تحتيه بالشكل ده. تمام. وهنعمل دمج لللايرين مع بعض، وهنيجي هنا نختار الخيار ده معانا، وهنيجي عند فلتر بلور جاوشن بلور، وهنختار نفضل نعلي كده لغاية لما نشوف المناسب معانا. تمام. ممكن 30 كويس، 38 كويس بالشكل ده. تمام. وهنبتدي نحركه في المكان اللي احنا عايزينه بالشكل ده عادي، مش هيأثر معانا في أي حاجة. طبعا هي الصورة اللي قدامنا دي الإضاءة بتاعتها الجنب الشمال، تمام، الجنب اليمين في شادو وكده، يعني اللايت الناحية دي، فاحنا ممكن نحط اللايت الناحية دي، ممكن نصغره شوية كده. تمام. بالشكل ده. تمام. تمام. طبعا ممكن نغير الشكل ده عادي جدا. ممكن نقفل ده كده مثلا، ونعمل مثلا الشكل ده مثلا دايرة معانا. تمام. هنيجي نعمل نفس الإعدادات اللي احنا عملناها، بس هنا عليها فريم عايزين نقفله بس مش أكتر. تمام. هنيجي نعمل برول بلور جاوشن بلور، وندوس عليها سمارت، ونعمل كده بالشكل ده، وممكن نخليها 50 المرة دي. تمام. عايزين نكبرها شوية هنعمل كده، هندوس على كنترول تي من الكيبورد ونكبرها معانا بالشكل ده. تمام. تمام. كده لحد هنا تمام، مفيش اي مشكلة. تمام. كده احنا معانا شكلين للإضاءة الخلفية من غير هدات ومن غير اي حاجة، كل ده بالفوتوشوب. تمام. طبعا احنا مش محتاجين اللاير ده تاني، خلاص كده عادي، فانا بعرفكم بس بتعمل ازاي. تمام. هنيجي نشتغل على الصورة بتاعتنا بشكل طبيعي جدا عادي. هنعمل دبل لاير كده، وهنيجي عند ميك اب تاتش، وهنشتغل على الصورة بتاعتنا بشكل طبيعي جدا. تمام. وبعد كده هنيجي عند اللاير بتاع
الشخص اللي معانا في الصورة، هنيجي نعمل هنا نختار البراش بتاعتنا ونبدأ نشتغل عادي جدا على الصورة بتاعتنا بالشكل ده. التنعيم بتاعنا تمام. طبعا الدرس بتاع التنعيم موجود على القناة، اللي عايز يحب يتفرج عليه هسيبهولكوا في الاي فوق. تمام، اشتغل بالشكل ده. طبعا الاكستنشن بتاعت الفوتوشوب دي بتاعت الريتاتش والميك اب والحاجات دي كويسة جدا جدا جدا، بتفيدك في شغلك، بتخليك تنجز واسرع، بدل ما تعمل العملية دي مانيوال يدوي، يعني ان انت تقعد تعمل لاير في لاير في لاير. هو يا دوبك بتختار اللي انت عايز تعمله وهو بيعمل لك اللي انت عايزه على طول، وانت بتكمل عليها بالشكل ده. طبعا لو عايزين لينك التحميل قولولي في الكومنتات انزل لكم اللينك بتاعها. مش تمام؟ وبكده يبقى احنا يعتبر خلصنا التنعيم. مثلا احنا مش بعمل طبعا الصورة ب100%، تمام، انا بوريكم بس مجرد يعني شرح. تمام، بعد ما خلصنا هنعمل دمج للثلاث لايرات دول مع بعض، وهنعمل دبل لاير لو عايزين مثلا نفتح عين الشخص اللي معانا في الصورة شوية، هنعمل كده اهو. تمام، شايفين الفرق؟ تمام. طبعا في هنا اي شادو، في حاجات هنا للميك اب، تمام، في تبييض العين وتغيير لون العين والحاجات دي، بس مش وقته دلوقتي، يعني هبقى اخليها في درس تاني طبعا. تمام، بعد ما خلصنا هنعمل دمج لللاير بتاعتنا دي. دلوقتي احنا كده عملنا تنعيم للبشرة بتاعتنا، وعملنا شلنا الشخص اللي في الصورة عملناه في لاير لوحده. تمام كده، وعملنا إضاءة في الباك جراوند كأنها تصوير في استوديو هيد معمول بالأشكال الجديدة دي. تمام، حابين نعمل حاجة تاني في الصورة، ممكن مثلا نغير لون الباك جراوند. هنيجي عند ريتاتش برو وهنيجي هنا ونعمل كده بالشكل ده. هنختار finish background color background، هنلاقيه لوحده عمل لنا select على الشخص اللي معانا في الصورة، وعمل لنا لون للباك جراوند كده. تمام، ممكن نغيره نعمل اللي احنا عايزينه، نخليه مايل على الاخضر شوية ممكن. تمام، تمام كده بالشكل ده. عايزين نفتح نغمق نغير اللون على حسب ما احنا عايزين. تمام، ممكن نخليها كده. اللون ده كويس. تمام، طبعا هبقى اشرح لكم ده في فيديو تاني جديد عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، واشوفكم في فيديو جاي. ويا ريت ما ننساش ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.